في اللحظة دي انت آمن، بس ده ما كانش دايما كده. في لحظة كده كانت شوارع مصر ماشية بنظام، الشرطة موجودة في كل حتة وكل حاجة شكلها تحت السيطرة. بس الحقيقة إن تحت الشكل الهادي ده كان فيه حاجة بتتكسر، بس بهدوء. غضب، احتقان، وتوتر محدش شايفه، بس كان بيكبر يوم ورا يوم لحد سنة 2010، السنة اللي محدش كان متخيل إنها تبقى آخر هدوء قبل العاصفة. وفي خلال شهور بس كل حاجة اتقلبت. البلد دخلت لحظة مفيش فيها شكل ثابت لأي نظام. شوارع خرجت عن السيطرة، مؤسسات وقفت أو اتغير شكلها فجأة، والأمن اختفى من أماكن كتير كأنه ما كانش موجود. في لحظة مصر بقت من غير إحساس الأمان اللي الناس كانت متعودة عليه. بس هنا دي مش نهاية الحكاية، دي بداية القصة بجد. السؤال مش إيه اللي حصل في 2011، السؤال الحقيقي هو إزاي جهاز بحجم وزارة الداخلية وقع بالشكل ده وبعدها قام تاني؟ إزاي من لحظة فوضى كاملة وصلنا لواقع مختلف تماماً؟ ومن 2011 لحد 2026 إحنا مش بنتكلم عن جهاز شرطة بس، إحنا بنتكلم عن بلد كانت على حافة الفوضى وحاولت ترجع تاني، بس بشكل جديد، بأدوات جديدة، بطريقة مختلفة، وبفهم تاني لمعنى الأمن. 15 سنة بين الانهيار وإعادة البناء. في 2010 للأسف الشديد لو بصيت على المشهد من بره هتقول إن كل حاجة ماشية تمام، الدولة مغتربين، موجودة لكن والشرطة في أبرياء، منتشرة فأنا بحافظ والشارع على شكله تحت الأبرياء السيطرة. اللي موجودة في الشارع. في أي حتة تقريباً هتلاقي وجود أمني واضح، كمائن ثابتة ومتحركة، أقسام شغالة بشكل يومي، وانتشار بيغطي أغلب المدن. بس السؤال هنا، هل السيطرة معناها استقرار حقيقي؟ ولا ممكن تبقى مجرد شكل من بره؟ في الوقت ده الشرطة كانت شغالة بطريقة واضحة جدا، السيطرة قبل أي حاجة. يعني إيه؟ يعني الهدف الأساسي كان منع أي تهديد قبل ما يكبر، التحكم في أي تجمع أو حركة، الحفاظ على استقرار الدولة بأي شكل. وده خلى الجهاز قوي جدا في إنه يمسك الأمور، بس في نفس الوقت كان بيعتمد على السيطرة أكتر من الفهم. في فرق كبير جدا بين إن الناس تمشي على القانون وبين إنها تكون مقتنعة بيه. في 2010 الناس كانت ملتزمة بس السؤال، هل كانت مرتاحة؟ مع الوقت بدأت تظهر شكاوى من أسلوب التعامل في مواقف معينة، من إحساس إن القوة ساعات بتكون زيادة، من فجوة بتكبر بين المواطن ورجل الشرطة. وده عمل حالة غريبة، الشارع هادي بس من جوه في توتر. النظام الأمني وقتها كان شغال بكفاءة طالما الظروف عادية، بس المشكلة إن أي نظام بيعتمد على الثبات بيكون ضعيف قدام التغيير المفاجئ. يعني الجهاز كان قوي في التعامل مع أحداث محدودة، منظم في الانتشار، سريع في الرد، لكن ماذا لو حصل ضغط أكبر بكتير من الطبيعي؟ في نفس الوقت كان في حاجات بتحصل بهدوء، احتقان اجتماعي بيزيد، غضب سياسي عند فئات معينة، إحساس بعدم الرضا بيتراكم. الحاجات دي ما كانتش واضحة قوي، بس كانت موجودة. والمشكلة إن الحاجات اللي بتتجمع في هدوء لما بتطلع مرة واحدة. في 2010 الشرطة في مصر ما كانتش ضعيفة، بس كانت مش مستعدة لنوع جديد من التحديات. وده يخلينا نسأل، مش إيه اللي حصل في 2011، لكن ليه لما حصل كان أكبر من قدرة النظام إنه يحتويه؟ الإجابة هتبدأ من اللحظة اللي كل حاجة فيها اتغيرت. في أول الجريمة زادت في أماكن،
الخوف انتشر بسرعة، الناس فقدت الإحساس بالأمان، واللي حصل بعد كده كان غريب جداً. الناس نزلت الشارع، بس مش تتظاهر، تحمي نفسها. ظهرت اللجان الشعبية، وده معناه حاجة واحدة: إن المجتمع بدأ يعمل دور الدولة. بس الموضوع ما وقفش عند الشارع. في نفس الوقت أقسام شرطة اتحرقت، مقرات اتهجمت، ملفات اتدمرت. وده معناه إيه؟ مش بس فقدان سيطرة، ده فقدان جزء من الجهاز نفسه. وسط كل ده اتاخد قرار مهم جداً: إنهاء جهاز أمن الدولة. صرح المتحدث قراراً بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة وده ما إداراته كانش تغيير وفروعه بسيط، ومكاتبه ده في كان جميع قفل صفحة محافظات كاملة، الجمهورية. إنهاء طريقة شغل قديمة، وبداية حاجة لسه مش واضحة. المشكلة بقى إن القديم انتهى، بس الجديد لسه ما تبناش. 2011 ما كانتش مجرد أحداث، دي كانت لحظة النظام القديم وقع فيها قبل ما النظام الجديد يكون جاهز. كل يوم كان بيعدي من غير استقرار كان بيزود الخوف، الخسارة، والفجوة بين الناس والدولة. لكن وسط كل الفوضى دي كان في سؤال واحد: إزاي نرجع الأمن من غير ما نرجع لنفس الأخطاء؟ وده كان بداية المرحلة الأصعب. مش بس نرجع السيطرة، لكن نغير طريقة الشغل نفسها. مرحلة مليانة ارتباك، محاولات، وأخطاء، بس منها بدأ يتبني شكل جديد. بعد 2011 مصر ما رجعتش لطبيعتها، بس كمان ما فضلتش في نفس الفوضى. دي كانت مرحلة غريبة، لا هي استقرار كامل ولا هي انهيار كامل. دي كانت مرحلة بتدور فيها الدولة على نفسها. الشرطة بدأت ترجع تاني، بس مش بنفس الشكل القديم. رجوع حذر، انتشار محدود، تعامل أهدى شوية، محاولات للظهور من غير احتكاك مباشر قوي. لكن المشكلة إن الشارع نفسه ما بقاش زي الأول. الثقة ما رجعتش بسهولة. في الفترة دي كان في صراع واضح: الدولة عايزة ترجع سيطرتها وتفرض النظام من تاني، وفي نفس الوقت في جزء من الشارع رافض يرجع لنفس الشكل القديم. وده خلق وضع صعب جداً. كل خطوة للأمام كان ممكن تقابلها مقاومة. الفراغ اللي حصل في 2011 ما اختفاش مرة واحدة. في 2012 و2013 معدلات الجريمة زادت، في مناطق السلاح بقى منتشر أكتر. الإحساس بالأمان لسه مش كامل، وده ضغط الشرطة أكتر، لأنها بتحاول ترجع النظام في شارع لسه مش مستقر. في نفس الوقت جوه وزارة الداخلية كان في شغل بيحصل: إعادة تنظيم الأجهزة، محاولة تطوير الأداء، بداية التفكير في شكل جديد للأمن. لكن الحقيقة كل ده كان لسه في بدايته. مفيش خطة واضحة كاملة، مفيش نموذج جاهز. كان فيه تجربة وخطأ وتصحيح. ومن أهم الحاجات اللي حصلت في الفترة دي ظهور جهاز الأمن الوطني. الجهاز ده جه مكان أمن الدولة، بس بفكرة مختلفة. الفكرة مش بس السيطرة، لكن كمان فهم التهديد قبل ما يكبر. 11 ما كانواش مرحلة استقرار، دول كانوا مرحلة اختبار. هل الدولة هتعرف ترجع؟ هل الشرطة تقدر تقف؟ دولة تاخد قرار مهم: إن الوضع لازم يستقر بأي شكل. قبل 2014 إعادة ترتيب الأجهزة، تطوير أساليب التدريب، تحسين جاهزية القوات. والهدف كان واضح: جهاز أقدر وأسرع وأكثر سيطرة. مش بس ترجع زي الأول، ترجع بشكل مختلف. في الشارع بدأ يظهر إحساس جديد:
وجود أمني أقوى، انتشار أوسع، تعامل أسرع مع الأحداث، والأهم إن الدولة بدأت ترجع شكلها. بس السؤال هنا، هل الهيبة رجعت ولا الخوف رجع؟ الإجابة ما كانتش واحدة عند كل الناس. المرحلة دي ما كانتش سهلة، لأن المطلوب كان صعب جداً، ترجع السيطرة من غير ما ترجع لنفس الأخطاء. وده معناه قوة، بس بحساب انتشار، بس بوعي تعامل، بس بحذر. هل ده حصل بشكل كامل؟ لأ، بس كانت بداية. من الحاجات المهمة اللي بدأت تظهر استخدام التكنولوجيا، كاميرات مراقبة، أنظمة متابعة، تطوير وسائل الاتصال. وده بدأ يغير شكل الأمن من مجرد وجود بشري إلى نظام أذكى. أهم تغيير حصل ما كانش في الشارع، كان جوه طريقة التفكير نفسها. الشرطة بدأت تتحول من السيطرة بس إلى السيطرة زائد إدارة زائد توقع. وده فرق كبير جداً. 2014 ما كانتش نهاية الأزمة، دي كانت بداية بناء نظام جديد. لكن البناء ده ما كانش هيكمل بسهولة، لأن التحديات لسه ما خلصتش. في السنين اللي بعد كده الدولة دخلت مرحلة أصعب، مواجهة مباشرة مع أخطر تهديد. من 2015 الدولة دخلت مرحلة مختلفة تماماً، مرحلة مش بس فيها محاولة استقرار، لكن فيها مواجهة مباشرة. في الوقت ده التحدي ما بقاش مجرد شارع محتاج يتظبط، التحدي بقى أخطر من كده، تهديدات حقيقية وتنظيمات وقدرة على الضرب. وده خلى دور الشرطة يتغير من تنظيم الشارع إلى جزء أساسي في معركة كبيرة. في الفترة دي كان في ضغط مستمر، مش يوم ولا أسبوع، سنين، عمليات بتحصل ومطاردات مستمرة واستنزاف يوم ورا يوم. وده معناه حاجة واحدة، إن الجهاز لازم يطور نفسه بسرعة. بدأ يظهر على الأرض تدريب أعلى وجاهزية أسرع وتنسيق أكبر بين الأجهزة، وما بقاش مجرد رد فعل، لكن بقى شغل منظم. وفي نفس الوقت كان في تحدي تاني أخطر بكتير، وهو الثقة. بعد اللي حصل في 2011 الثقة ما بترجعش بسهولة، كانت محتاجة وقت ومواقف وتعامل مختلف، مش بس قوة لكن كمان ضبط في الشارع. الصورة بدأت تتغير، انتشار أوضح وتحرك أسرع وسيطرة تدريجية، والناس بدأت تحس إن في رجوع مش كامل لكن واضح. بس الحقيقة إن المرحلة دي ما كانتش سهلة على حد، ضغط على الدولة وضغط على الشرطة وضغط على الشارع نفسه، وكل خطوة لقدام كان وراها تكلفة. الفترة دي ما كانتش مجرد استقرار، دي كانت مرحلة تثبيت السيطرة تحت ضغط مستمر. ومع نهاية 2018 كان في حاجة واضحة بدأت تظهر، إن الدولة بدأت تمسك الأرض تاني. بس المرحلة الجاية ما كانتش هتبقى مواجهة بس، دي كانت مرحلة تغيير في شكل الأمن نفسه. من 2019 كان واضح إن في حاجة بتتغير، بس المرة دي مش في الشارع بس، دي كانت تغيير في طريقة الشغل نفسها. لأول مرة بشكل واضح التكنولوجيا بدأت تدخل بقوة في المنظومة الأمنية، كاميرات في الشوارع ومراكز متابعة وتحليل أسرع للبيانات. الأمن بقى مش بس وجود على الأرض، لكن كمان متابعة لحظية. في الفترات اللي قبل كده التحرك كان بيعتمد على العنصر البشري بشكل أكبر، لكن هنا المعادلة بدأت تتغير، بقى فيه رصد أسرع واستجابة أدق وربط بين الأحداث بشكل أوسع. يعني ببساطة الصورة بدأت تتشاف بشكل كامل مش أجزاء منفصلة. وفي نفس الوقت كان في تغيير تاني مهم جداً، وهو ظهور دور جديد تماماً، السوشيال ميديا. وزارة الداخلية بدأت تبقى موجودة بشكل مباشر على منصات التواصل، بتعرض وبتوضح وبتتابع بلاغات في وقت أسرع. وده غير العلاقة بين المواطن والجهاز من علاقة بعيدة
إلى علاقة فيها تواصل مباشر. لكن التغيير ده ما كانش بس إيجابي أو سلبي، كان فيه تحديات جديدة، لأن سرعة انتشار المعلومات بقت سلاح في حد ذاتها. أي حدث كان ممكن يتحول في لحظات لقضية رأي عام. وفي 2020 العالم كله دخل أزمة مختلفة، أزمة كورونا، وده خلى الأجهزة الأمنية تدخل اختبار جديد، تنظيم الحركة وتطبيق إجراءات وموازنة بين الأمن والصحة. اختبار مختلف تماماً عن أي حاجة قبل كده. الفترة دي ما كانتش بس تطوير أدوات، دي كانت بداية تغيير في مفهوم الأمن نفسه، من جهاز بيعتمد على الأرض بس إلى جهاز بيعتمد على الأرض والبيانات والمعلومة. وبحلول 2021 كان واضح إننا دخلنا مرحلة جديدة تماماً، مش بس في الأداء، لكن في الشكل والفكر والطريقة. بس المرحلة الجاية كانت هتكون مختلفة أكتر، لأنها هتكون أقرب للشارع من أي وقت فات. مهمة في أي وقت، هي مهمة فيها كتير من المخاطر، لكن دلوقتي المخاطر بتاعتها أكتر، وعشان كده استعدادنا لازم يتطور ويزيد يوم عن يوم. من 2022 لحد 2026 المشهد الأمني في مصر بقى مختلف تماماً عن أي وقت فات، مش بس في الأدوات، لكن في طريقة التعامل نفسها. الشرطة بقت أقرب للناس وأسرع في التفاعل مع أي بلاغ أو مشكلة، وبقى في إحساس واضح إن أي حدث ممكن يتتابع في وقت شبه فوري. واحدة من أهم التغييرات في المرحلة دي كانت سرعة الاستجابة. أي واقعة ممكن تتحول من مجرد فيديو إلى تحقيق أو تدخل في وقت قصير جداً، وده غير معادلة مهمة، إن المعلومة بقت سريعة والاستجابة أسرع، وفي نفس الوقت الدور الرقمي بقى أساسي. صفحات رسمية بقت جزء من الصورة، بتعرض تحركات وبتوضح مواقف وبترد على شكاوى بشكل مباشر، وده خلى العلاقة أكتر وضوح وأكتر مراقبة في نفس الوقت. لأن في العصر ده مفيش حاجة تقريباً بتستخبى، أي موقف ممكن يتصور وينتشر ويتناقش خلال دقايق، وده ضغط كبير على أي جهاز أمني في أي دولة. لكن في المقابل كان في تطور واضح في الأداء الميداني، تنظيم أسرع وتدخل أدق وتحرك مبني على معلومات أكتر، مش بس قوة لكن كمان احترافية أعلى. وفي الخلفية كانت الدولة بتحاول تحافظ على معادلة صعبة بين الأمن وسرعة العصر وثقة الناس. وفي 2026 بقى واضح إن الصورة اختلفت تماماً، مش عن 2011 بس، لكن عن فكرة الأمن نفسها. الأمن في 2026 ما بقاش بس وجود في الشارع، لكن بقى نظام سريع، رقمي، وقريب من الناس في نفس الوقت. لكن رغم كل ده، السؤال الأهم لسه مفتوح: هل التطور ده وصل لتوازن كامل ولا لسه في طريق أطول؟ الإجابة سيبها للتاريخ أو للمستقبل. وفي النهاية القصة دي ما كانتش عن جهاز واحد بس، دي كانت عن 15 سنة من بلد كاملة بتتعلم وتتغير وتعيد بناء نفسها. بعد 15 سنة، من 2010 لحد 2026، القصة ما كانتش عن جهاز واحد ولا عن قرارات، بس دي كانت قصة دولة كاملة اتغيرت وهي ماشية واتعلمت، وهي بتقع وقامت، وهي بتجرب. في لحظة كان في انهيار كامل، وفي لحظة تانية كان في محاولة للرجوع، وبعدها بدأت مرحلة بناء شكل جديد تماماً. بس السؤال اللي لسه مفتوح ومش سهل يتجاوب عليه بإجابة واحدة هو: هل اللي حصل خلال 15 سنة كان تطور طبيعي ولا إعادة تشكيل كاملة لفكرة الأمن نفسها؟ عايزك تكتب رأيك بصراحة في التعليقات، من غير دبلوماسية ومن غير مجاملة. هل شايف إن اللي حصل كان تطوير طبيعي لازم يحصل، ولا تغيير جذري كان ممكن يكون مختلف؟
وإيه أكتر مرحلة حسيت إنها كانت الأخطر؟ 2011 ولا مرحلة إعادة البناء ولا الحاضر دلوقتي؟ اكتب رأيك حتى لو مختلف تماماً، لأن القصة دي لسه ما خلصتش. ولو شايف إن النوع ده من المحتوى مهم وبيقدم فهم أعمق للواقع، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي النهاية، تحية لكل محاولة للحفاظ على بلد وسط كل التحولات دي. تحية لمصر، وتحية لناسها اللي عاشت كل ده وكملت.